السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل يا جماعة كده إن شاء الله كده مع بعض الفصل الخامس. أول درس فيه النهاردة بيتكلم عن الضغط، وبعدين الضغط عند نقطة في باطن سائل. نقول بسم الله كده، عايز أفهم يعني إيه كلمة الضغط ومتى ينتج الضغط. بنقول الأول كده إيه؟ إذا أثرت قوة F على سطح مساحته A فإنه ينتج عن هذه القوة ضغطا رمزه B. يبقى أنا لو عندي مثلا سطح مساحته A أثرت عليه بقوة اسمها F، وكانت هذه القوة عمودية على هذا السطح، فإن هذه القوة ينتج عنها ضغطا. يبقى إذا أثرت قوة F على سطح مساحته A فإن هذه القوة ينتج عنها ضغطا رمزه B، ويكون الضغط الناشئ من هذه القوة أكبر ما يمكن عندما تكون هذه القوة عمودية على هذا السطح. يبقى في هذه الحالة B تساوي F على A، يبقى B تساوي F على A. يبقى الضغط الناشئ عن القوة يكون أكبر ما يمكن عندما تكون القوة عمودية على السطح. وإذا كانت القوة تميل على السطح بزاوية سيتا، في هذه الحالة احنا لازم نعمل عملية تحليل. لما نيجي نحلل الإف هنا بتتحلل إلى مركبتين، واحدة أفقية بتاخد F كوزين سيتا، والتانية رأسية F ساين سيتا. يبقى مع التحليل للقوة ينتج مركبتان، واحدة بتدفع هذا الجسم والتانية ينتج عنها ضغطا. يبقى الضغط ينشأ من المركبة العمودية للقوة. هنا المركبة العمودية هتبقى يبقى البي تساوي F ساين سيتا على A. يبقى يكون الضغط الناشئ عن القوة أكبر ما يمكن عندما تكون القوة عمودية على السطح، وإذا كانت القوة مائلة على السطح بزاوية سيتا. لما نحلل الأفقية هتاخد كوزين والرأسية هتاخد ساين، والضغط ينشأ عن المركبة العمودية دائما F ساين سيتا على A. وإذا كانت القوة ادي المساحة وادي القوة تصنع زاوية سيتا مع العمودي، النقط دي كده هسميها العمودي على السطح. لما نحلل القوة دي بتتحلل إلى مركبتين، واحدة عمودية بتاخد F كوزين سيتا، والتانية أفقية بتاخد F ساين سيتا. الضغط دائما ينشأ من المركبة العمودية. المركبة العمودية اللي هي هتبقى بالنسبة لي هنا في السؤال ده B تساوي F كوزين سيتا على A. وإذا كانت القوة مماسية للسطح، يبقى كانت القوة مماسية للسطح فإن هذه القوة لا ينتج عنها ضغطا. يبقى أنا عندي كده 4 حالات. يكون الضغط الناشئ عن القوة أكبر ما يمكن عندما تكون القوة عمودية. ينعدم الضغط عندما تكون القوة مماسية أو موازية للمساحة. وإذا كانت القوة تميل على السطح بزاوية سيتا، لما نحلل الإف بتتحلل إلى مركبتين، أفقية كوزين ورأسية ساين. الضغط دايما ينشأ عن المركبة العمودية، يبقى البي تساوي F ساين سيتا على A. وإذا كانت القوة تميل على العمودي بزاوية سيتا، يبقى F كوزين سيتا على A. يبقى الضغط دايما ينشأ من المركبة العمودية على السطح. يبقى إذن الضغط عند نقطة B تساوي F على A، بس الإف دي دايما F العمودية.
يبقى الضغط عند نقطة هو مقدار القوة دي، هي دي لما دي بكام؟ 1. مقدار القوة المتوسطة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة. يبقى الضغط عند نقطة مقدار القوة المتوسطة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة. عشان لو كانت مش عمودية بحللها وباخد المركبة العمودية. إذا لو كانت موازية يبقى مفيش قوة عمودية، يبقى الضغط الناشئ عن هذه الحالة يساوي 0. يبقى الضغط عند نقطة مقدار القوة المتوسطة المماسية المؤثرة عموديا على وحدة المساحات. خلينا نستنتج وحدات قياس الضغط. وحدات قياس الضغط، بما ان الضغط قوة على مساحة، يبقى اول وحدة ممكن نقول القوة تقاس بالنيوتن والمساحة بالمتر تربيع. يبقى اول وحدة معانا نيوتن على متر تربيع. نيوتن على متر تربيع لو ضربت فوق في متر وتحت في متر في متر في متر، نيوتن في متر دي اللي هي جول على متر تربيع في متر، متر تكعيب. يبقى جول على متر تكعيب. جول على متر تكعيب او نيوتن على متر تربيع. ولو شلت النيوتن حطيت مكانها كيلو جرام، كيلو جرام متر على الثانية تربيع، وحطيت تحت المتر تربيع. في هذه الحالة هنحذف المتر مع التربيع، يبقى الوحدة هتبقى كيلو جرام على متر في ثانية تربيع، وكل ده يكافئ حاجة اسمها باسكال. باسكال. يبقى وحدات قياس الضغط باسكال، نيوتن لكل متر مربع أو جول لكل متر مكعب أو كيلو جرام على متر في ثانية تربيع. وممكن نستنتج ان صيغة الابعاد ام ال سالب 1 تي اس سالب 2. يبقى الضغط عند نقطة مقدار القوة المتوسطة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة. تمام. خلينا نقول العوامل التي يتوقف عليها الضغط المؤثر على سطح. بما ان البي تساوي F على A، يبقى الضغط يتوقف على رقم 1 القوة المؤثرة على السطح، ودي علاقة طردية. لما ارسم علاقة بيانية بين البي والإف، طالما في البسط تبقى طردية، الميل هنا يساوي ايه؟ دلتا بي على دلتا اف يساوي 1 على ايه. يبقى الميل يتناسب عكسي مع المساحة. يبقى رقم 1 القوة المؤثرة على السطح، رقم 2 مساحة السطح. وطبعا دي علاقة عكسية عشان في المقام. يبقى أنا لما أرسم علاقة بيانية بين البي والإيه عكسية، 1 على إيه، يبقى امتداد الخط يمر بنقطة الأصل. يبقى الميل يساوي دلتا بي على دلتا 1 على إيه، وده يساوي مين؟ اف. يبقى الضغط يتناسب تناسبا طرديا مع القوة وعكسيا مع المساحة. الضغط يتناسب طرديا مع القوة وعكسيا مع المساحة. إذا الضغط عند نقطة يتوقف على القوة المؤثرة على السطح ومساحة السطح. يبقى البي تساوي اف على اي. طبعا لو عايز في سؤال القوة الضاغطة، القوة الضاغطة، يبقى ادي البي اف على ايه، يبقى الاف تساوي بي في ايه، بي في ايه. خلينا نشوف بعض الملاحظات على الضغط. تستخدم اطارات عريضة واكثر عددا في سيارات النقل. مش الضغط يساوي القوة على المساحة. سيارات النقل التقيل بيبقى اوزانها كبيرة،
فحتى لا تغوص في الطرق الرملية عايزين نقلل الضغط. عشان نقلل الضغط بنزود المساحة. يبقى أنا هقول لأن الضغط يتناسب عكسيا مع المساحة، وكلما زادت المساحة قل الضغط الناشئ عن وزنها، فلا تغوص في الطرق الرملية. عشان كده إطارات سيارات النقل الثقيل تكون عريضة وعددها كثير. إبر الخياطة والدبابيس أسنة مدببة برضو عشان البي تساوي اف على ايه؟ الضغط يتناسب تناسبا، لأن الضغط يتناسب عكسيا مع المساحة، وكلما المرة دي بقى ايه؟ قلت المساحة زاد الضغط الناشئ عنها، فيمكنها اختراق الأجسام بسهولة. يبقى عشان كده هي ليها أسنة مدببة، لأن الضغط يتناسب عكسيا مع المساحة، وكلما قلت المساحة زاد الضغط الناشئ عنها فيمكنها اختراق الأجسام بسهولة. برضو آلات القطع والسكاكين لها حواف حادة، لأن الضغط يتناسب عكسيا مع المساحة، وكلما قلت المساحة زاد الضغط فيمكنها قطع الأجسام بسهولة. خلينا نشوف سؤال على اللي احنا بنحكيه ده. إذا أثرت قوة مقدارها 25 نيوتن بقى ادي الاف تساوي 25 نيوتن مفيهاش تحويل على سطح مساحته ادي الايه 5 دي سنتيمتر مربع، يبقى في 10 أس سالب 4 نيوتن متر تربيع. فإن الضغط المؤثر على السطح إذا كانت القوة عمودية فإن الضغط الناشئ عن هذه القوة يكون أكبر ما يمكن. يبقى البي تساوي اف على ايه؟ الاف ب25 والاي ب5 في 10 أس سالب 4. دي نحسبها 25 على 5 تبقى 5 في 10 أس 4 نيوتن لكل متر مربع، أو أكتب أي وحدة تانية عادي. مماسية للسطح، القوة المماسية لا ينتج عنها ضغطا إذا كانت القوة تصنع زاوية 60 درجة مع السطح. آدي السطح وآدي القوة وآدي 60. لما نيجي نحلل الإف بنحللها إلى مركبتين، واحدة أفقية بتاخد كوزين والتانية رأسية بتاخد ساين. يبقى الضغط ينشأ من المركبة الرأسية اف ساين سيتا على ايه؟ الاف معانا ب25 في ساين سيتا اللي هي ساين 60 على ايه اللي هي 5 في 10 أس سالب 4. ساين 60 بجذر 3 على 2 يبقى كأنها 25 على 10 تبقى 2.5 جذر 3 في 10 أس 4 نيوتن لكل متر مربع. نحسبها بالآلة عادي. تصنع زاوية 60 درجة مع العمودي، يبقى طالما مع العمودي هنقول إن البي تساوي اف كوزين سيتا على ايه. الاف ب25 كوزين 60 على ايه اللي هي 5 في 10 أس سالب 4. تطلع معانا كوزين 60 بنص، 25 على 5 في 5 تبقى 2.5 في 10 أس 4 نيوتن لكل متر مربع. نحسبها بالآلة عادي مفيهاش مشكلة إن شاء الله. يبقى أنا عندي 4 حالات لحساب الضغط حسب الزاوية. إذا كانت القوة عمودية فإن الضغط الناشئ عن هذه القوة يكون أكبر ما يمكن. ينعدم الضغط إذا كانت القوة مماسية،
وإذا كانت القوة تصنع زاوية سيتا مع السطح يبقى F تساوي B تساوي F ساين سيتا على إيه؟ مع العمودي تبقى B تساوي F كوزين سيتا على إيه؟ تمام. خلينا نقول إيه؟ مثال على الضغط. الشكل يوضح متوازي مستطيلات مصمت، يعني الشكل ده مصمت، متوازي المستطيلات ده مصمت مش مفرغ، مصمت. كثافة مادته كذا 5000، وضع على سطح، فإن أقصى ضغط للمتوازي طبعا البي تساوي اف على ايه. طالما هو عايز أقصى ضغط يبقى أقل مساحة، أقصى ضغط مع أقل مساحة. طيب القوة اللي هي جاية من الوزن على الإيه؟ الوزن يساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية على الإيه؟ والكتلة من الدرس بتاع الكثافة في الحجم في الجي على الإيه. وطبعا ممكن نستنتج قانون تاني عشان نحل بيه نفس السؤال. فلو هحل على الطريقة دي وبعدين هبدأ بدي في السؤال اللي بعدها، بأقل ضغط هقول رو في فوليوم في جي على ايه، بس بما ان أقل ضغط تبقى أكبر مساحة. نحل بطريقتين، ده بطريقة وده بطريقة. الرو ب5000، الفوليوم 5 في 20 في 10، 5 في 20 في 10، بس كل واحدة في 10 أس سالب 2، يبقى التلاتة هيبقوا في 10 أس سالب 6 على الإيه؟ على الإيه؟ أنا عايز أقل مساحة، أقل مساحة اللي هي 5 في 10، يبقى 5 في 10 طبعا عشان دول 2 تبقى في 10 أس سالب 4. نحسب، يبقى 5000 في 5 في 20 في 10 في 10 أس سالب 6، نسينا الجي، في الجي اللي هي 10 في 10 على 5 في 10 في 10 أس سالب 4، طلعت 10 أس 4، 10 أس 4 نيوتن لكل متر مربع. طيب الطريقة التانية لو كملت هنا كمان خطوة، حجم المتوازي هي ادي الرو وادي الجي وادي الاي. حجم المتوازي مساحة القاعدة اللي هي الاي في الاتش، والاي تروح مع الاي اصبحت رو جي اتش. لو عايز اقل ضغط يبقى اقل اتش، اقل ضغط يبقى اقل اتش. هحل السؤال اللي فوق بنفس الطريقة. الكثافة 5000 في الجي، فين الجي؟ فين الجي؟ مديهالي ب10 ولا احنا نعوض عنها ب10؟ 10 في الاتش، احنا عايزين اقل ضغط يبقى اقل ارتفاع، اقل ارتفاع اللي هو كام؟ 5، يبقى 5 في 10 أس سالب 2، يبقى 5 في 10 أس سالب 2، يبقى 5000 في 50 في 10 أس سالب 2، طلعت معانا 2500 نيوتن لكل متر مربع. طيب لو أنا حسبت السؤال اللي فوق بنفس طريقة السؤال اللي تحت، أنا عايز أقصى ضغط يبقى أكبر ارتفاع، يبقى المفروض إن أنا هقول تساوي الرو ب5000 في الجي ب10، الاتش أكبر اتش تبقى 20 في 10 أس سالب 2، يبقى 5000 في 10 في 20 في 10 أس سالب 2، تطلع برضو معانا 10 أس 4 نيوتن لكل متر مربع. يبقى أنا استنتجت كده برضو إن الضغط عند نقطة يساوي اف على ايه، وكمان الضغط عند نقطة يساوي رو جي اتش. الرو الكثافة والجي عجلة الجاذبية والاتش هي الارتفاع. لو عايز أقصى ضغط يبقى هختار أكبر ارتفاع،
أكبر ارتفاع. أقل ضغط يبقى أقل ارتفاع. لو هتكلم بالمساحة، لو عايز أقصى ضغط أقل مساحة، أقل ضغط أكبر مساحة. خلينا نشوف سؤال تاني. سؤال بيقول سيارة كتلتها دي الام ومساحة سطح تلامس كل إطار. العربية بتقف على 4 إطارات، كل إطار مساحته 80 سنتيمتر مربع، فيكون الضغط الذي تؤثر به السيارة على الأرض. يبقى البي تساوي اف على اي، بس ال اللي معايا بتاعت إطار واحد، اي للإطار الواحد، يبقى لازم نضرب في 4 عشان هم 4 إطارات، يبقى 4 في الإطار الواحد. يبقى الإف ام جي، الام يعني هنا هكتب الإف ام جي على 4 اي. الكتلة بتاعت السيارة 1200. في الجي، فين الجي مديهالي في السؤال؟ 9.8 على 4 في مساحة تلامس الإطار الواحد 80 في 10 أس سالب 4، ونحسب 1200 في 9.8 على 4 في 80 في 10 أس سالب 4، طلعت تساوي 675 من 1000 في 10 أس 5 نيوتن لكل متر مربع. طبعا ده برضو الضغط الذي يؤثر به كل إطار على الأرض. تمام؟ يبقى فكرة السؤال إن أنا مش هشتغل بمساحة إطار واحد، العربية واقفة على 4 إطارات، يبقى الضغط المؤثر، الضغط الذي تؤثر به السيارة على الأرض B تساوي F على 4 A. ال A دي للإطار الواحد، يبقى ال4 إطارات لازم أضرب في كام؟ في 4. تمام. ده كان الضغط عند نقطة، وإن شاء الله كده المرة الجاية بإذن الله هنكمل الضغط عند نقطة في باطن سائل.